رجعنا لكم تاني ولسه احنا في جو الاحتفالات بعيد القيامة. واسمحوا لنا ان في الاستوديو في ركن الحواري زي ما قلت لكم في البداية على غير العادة، لكن جو اعياد بقى واحتفالية. حتى لو حد من ضيوفي قال لي غير لي الكرسي ده، هات لي الكرسي بتاعك، اقول له ماشي. ما هو جو عيد بقى. يسعدني ان ارحب بالاستاذ فادي يوسف، رئيس ائتلاف اقباط مصر. اهلا استاذ فادي. اهلا بيك يا مبروك عليك الكرسي. وارحب ايضا بالاستاذ جورج قلاده، رئيس جمعيه المصريين الاقباط بايطاليا. اهلا بيك وحمد لله على السلامه. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. صحه وسلامه. انا عايز ابتدي منين وانا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. استاذ فادي قول لي عيد القيامه علشان خاطر يعني احنا هنحتفل وبنحتفل، لكن برضو اللي مش عارف يعرف ايه عيد القيامة. طبقا للموروث المسيحي والعقيده المسيحيه اللي هي مبنيه على قصه الفداء العظيم. ميلاد المسيح كان اتمامه هو صلبه وقيامته بعد 3 ايام. الفكره كلها ان الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه هي من الكنائس اللي بتكرس عيد قيامه المسيح، وبتعتبره اكبر الاعياد اللي بتعيدها الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. اهم فكره الكنيسه بتكرسها في عيد القيامه هو ان المسيح عندما قام من الاموات فج النور من قبره المقدس. حتى احنا لما بنعيد عيد القيامه ما ينفعش يبقى العيد رسمي الا ما يسبقه بيوم شق النور من قبر المسيح، وده بيتم عن طريق بطريرك الروم الارثوذكس، وبتظهر شموع منيره بنور سماوي لا يمكن ان يحرق احد، وده عن تجربه لناس كتير قوي زارت القدس في الفتره ديت. الفكره كلها ان الكنيسه لما من 2000 سنه بدات تكرس عن طريق الرسل المسيح عيد القيامه، ما كانش الموضوع ليه ارتباط بشم النسيم، لكن كان ليه اكتر علاقه بعيد الفصح اللي هو عند اليهود، وبعد اسبوعين منه بيكون احتفال عيد القيامه المجيد. ولما المسيح خرج طبقا للموروث المسيحي يعني من القبر ده، مكان القبر كان في بستان، تفتحت الزهور، ومن هنا أتى أن تاني يوم من عيد القيامة بيحتفل المسيحيين بعيد شم النسيم، وأصبح هذا الموروث بعد كده لعامة الشعب المصري وقت تفتح الزهور وتلونها بألوان جميلة جدا. احنا بس يعني قلنا يعني لمحة بسيطة كده سريعة عن فكرة عيد القيامة، لكن هي كعقيدة يعني هي مليانة يعني اكيد جميلة. ما انا يعني كفايه ان خدنا ملامح بس كده يا استاذ فادي. انا عايز هبتدي باستاذ جورج قلاده، رئيس جمعيه المصريين الاقباط بايطاليا. تكلمني عن جمعيه المصريين الاقباط بايطاليا. ايه الفكره وايه الهدف او الرساله؟ لا بس انا احب اوضح حاجه يا استاذ حازم. اتفضل. هي اسمها جمعيه المصريين بايطاليا، يعني ليست حكرا على اقباط او مسلمين. تمام. احنا في الجمعيه مصريين مقيمين في ايطاليا، اقباط ومسلمين. يعني هي جمعيه لكل المصريين، لكل المصريين المقيمين بايطاليا. زي ما احنا هنا في مصر، ما هو يعني شعب واحد بالظبط كده. تمام بالظبط. تمام. طبعا لو هنتكلم بمناسبه طبعا عيد القيامه، احنا في الخارج دايما عندنا الحنين للوطن، بمعنى لما بيجي عيد، سواء عيد مسيحي او عيد اسلامي، الكل بيشترك فيه، بيبقى عنده الحنين اللي بيفتكر فيه جاره المسيحي او جاره المسلم، بيفتكر العشره، بيفتكر حاجات كتيره جدا. فبالتالي بنبص نلاقي ان المصريين في الخارج بيبقى ارتباطهم اقوى، ما بيبقاش لو جاز التعبير ما بيبقاش طائفي، لا بل بالعكس. يعني ناس كتيره قوي هناك معايا يقول لي انا فاكر يا استاذ جورج لما مثلا كان جارنا المسيحي وكنا بنخرج بنعيد معاه، وكذلك القبطي في الخارج يقول انا بعيد رمضان مع جاري المسلم.
ففي الخارج بيزيد الترابط بناء على الحنين. تمام. جيت امتى من السفر الاول؟ بالك يعني من حوالي 20 يوم بس. 20 يوم. طب معلش سؤال لازم اطلع بره شويه كده، يعني مخوفيننا شويه الجماعه الطلاينه، يعني يقول لك انه او الاعلام اللي بيجي لنا، الرسائل اللي بيجي لنا، هل دي ليها انعكاسات عليكم كمصريين هناك، خصوصا بعد اللغز بتاع مقتل ريجيني. طبعا هي قضيه الساعه. كل اللي حصل ده لازم ليه تاثير علينا كمصريين، يعني في سياق الاحداث، واول ما ابتدى يكتشفوا الجثه، وابتدت وزاره الداخليه تطلع بتصريحات ابتدينا اللي احنا بيسالونا، يعني بيسالونا طب انتوا ازاي يحصل حاجه زي كده؟ هل الشرطه بتتعامل معاكم؟ مش عايزين نقول اللي احنا بقى فيه مضايقات، لا. انا عايز استاذن بس حضرتك ونشير الى اننا في هذا الويندوز الخاص في الشاشه نتابع من كاتدرائيه الكرازه المقدسيه بالعباسيه، ونتابع التهنئه بالعيد، وجانب من جوانب الاحتفالات بعيد القيامه. وزي ما بيتقال انه النهارده تحديدا مصر كلها بتبقى حريصه انها تقدم التهنئه في الكنيسه. اتفضل سؤال. اتفضل. اللي ظهر في الصوره دلوقتي هو التوقيت اللي بيتم فيه استقبال الوفود والطوائف المسيحيه لتهنئه البابا بعيد القيامه المجيد. تمام. من بعد الساعه 10:30 لحد الساعه 2 هيكون البابا في استقبال الشخصيات العامه، ان كان من وزراء، من محافظين، من رؤساء احزاب او من غيره. ومن بعد الساعه 2 لحد الساعه 3:30 بيبقى قداسة البابا حريص جدا ان هو يقابل عموم وجموع الشعب القبطي داخل الكنيسه الكبرى اللي هي في الكاتدرائيه، ويقوم طبعا بتسليمهم يعني زي كده شوكولاته او كارت عليه صوره البابا بخلفيه ماكيت العيد القيامه المجيد. والنظام ده الحقيقه انا بشيد بيه جدا، تابع لمركز الاعلام الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، هو منظم وجيد جدا. فالفتره اللي احنا فيها دلوقتي هي فتره استقبال الوفود المسيحيه للطوائف المختلفه. تمام. يعني عايز اقول احنا علينا نقول، وادام معانا الاستاذ فادي برضو يلحق ويقول لنا والصح ايه، ودي صوره بنحاول ننقلها واحنا معاكم على الهواء. اعود استاذ جورج لاكمال حديث حضرتك. اتفضل. تمام. احنا وقفنا عند نقطة ان اول ما الحدث ابتدى ان هو يصار اعلاميا، ابتدينا طبعا اللي احنا نتسأل بحكم اللي احنا عايشين هناك. الموضوع عندهم برضو كان قاسي شوية، لان كان في تعذيب. فكان معظم الاسئلة اللي بتتسأل لنا يعني هل مثلا هل الحكومة ليها دخل؟ طب مين؟ طب ابتدوا ان هم يعني حتى كانت اكتر جملة قاسية قالتها ريجيني في البرلمان بقى لما قالت اصل هم بيعاملوه كأنه مصري. فدي يعني دي كانت كسكينه فينا احنا شديده بالنسبه لكم طبعا. يعني ايه انت بتعاملوه كانه مصري؟ يعني احنا بنتعامل كده في بلدنا. بنبتدي اللي احنا طبعا بدورنا احنا هناك، يعني دايما اقول اي مصري مقيم هناك هو سفير. يعني ما فيش كلام. الشعب المواطن العادي المصري المغترب اللي موجود بره ده ممكن يلعب دور احسن من اي سفير. تمام. لان انت بتحتك يوميا بمواطنين في البلد اللي انت عايش فيها. فلما تيجي النهارده انت تشرح وتبتدي توصل الصوره صح، بدل ما هي واصله عن طريق اعلام مغلوط، وتساعد في ارجاع السياحه، وتساعد ان الاقتصاد يبتدي ان هو يرجع زي ما كان الاول، لا ده دور، ودور مش صغير، ده دور كبير للمصري المقيم في الخارج. ودايما بقول يعني احنا عايزين كلنا نفضل على تواصل مع السفارات، مع الوزاره الجديده البكر بتاعتنا اللي احنا قعدنا ننادي بيها، وزاره شؤون المصريين بالخارج. لازم يبقى في تواصل مع الناس دي كلها. لازم الاستفاده باكتر من 10 مليون مصري مقيم في الخارج يا استاذ حازم. تمام. ده ثروه. تمام. مش عايزه كلام، ثروه وقوه لا يستهان بها. اعود للاستاذ فادي يوسف كرئيس ائتلاف اقباط مصر. ايه الائتلاف؟ ايه رسالته؟ ائتلاف اقباط مصر، وانا كنت اتشرفت مع حضرتك قبل كده في عيد الثوره 25 يناير اتكلمنا عليه، لكن توضيحا اكتر
هو انت كنت يعني حضرتك كنت معانا المره اللي فاتت، ده كلام ثوراجي يعني وكده. نحن ندافع عن مصر تمام والحمد لله لكن خلينا حقوقيه. بالظبط كده. الائتلاف هو رابطه حقوقيه تجمع مسلمين ومسيحيين. تمام. في بيننا شيوخ من الازهر الشريف واساتذه شريعه كمان، وفي كمان قمامسه وقسس ورهبان من الاديره، بالاضافه لتواجد الائتلاف في 16 محافظه. 16 محافظه دول منتشرين في انحاء الجمهوريه تحت شعار ان من يملك حقه فهو يملك حريته، مسلمين ومسيحيين. بندافع عن حق كل المصريين، لان من حق المصري بما يكفله الدستور المصري ان هو يستمتع بحقوق كثيره في هذا الوطن، وايضا عليه واجبات كثيره تجاه هذا الوطن. احنا بنكرس دوت وبنأسس دوت. اسمح لي يعني اشير الى اخر اعمال ائتلاف اباط مصر، وهو مشروع قانون مكافحه الفتن الطائفيه. قانون بنهدف به لوطن بلا طائفيه، وطن يعتمد على المحبه والتواصل والاخاء ما بين ابناء الشعب الواحد، لان قوه هذا الوطن في ترابط ابنائه وشعبه. إذا كان من يريد أن يقسم مصر فعليه أن يتجه إلى تفرقة ما بين الشعب، وإن شاء الله هذا لن يحدث تحت إن شاء الله القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ومساعديه من مؤسستين الدينيتين الكبرى، الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعدين اليميني واليساري لتحريك الدفة تجاه إن شاء الله مستقبل أفضل. أمين أمين يا رب العالمين. أستاذ جورج، يعني هل بتبقى حريص سنويا انك تكون موجود هنا في عيد ميلاد المجيد او في عيد القيامه المجيد، يعني في مناسبه دينيه، ولا هي جت معاك بقى بالصدفه كده المره دي وانت موجود هنا في مصر؟ لا، هو غالبا احنا كمقيمين في ايطاليا بيبقى عندنا الاجازات بتبقى في الصيف في شهر 8، لكن ده ما يمنعش طبعا اللي احنا لما يبقى في فرصه ان انا اجي سواء اذا كان في عيد الميلاد او في عيد القيامه بنزل. فجت السنه دي اللي انا نزلت العيدين، يعني كنت موجود في عيد الميلاد في يناير وكنت موجود في عيد القيامه. فهي بتبقى طبعا بتعتمد على ظروف المقيم في الخارج يعني، وطبعا اجازته امتى وظروف شغله، لكن مش حاجه اساسيه يعني. استاذ جورج، اللي يعني احنا اتفقنا انه الانسان هو سفير بلده، وانه التماسك كمان تماسك المصريين في الخارج كوحدة واحدة شيء في غاية الأهمية. كلمني لما تعيش عيد زي عيد القيامة أو عيد الميلاد وانتوا في إيطاليا، فبتبقوا إيه الطقوس اللي تبقوا حريصين إن انتوا تعملوا للاحتفال؟ احنا في الخارج ديت اكتر نقطة يعني فعلا مش يعني بتؤرقنا وبتزعلنا. مهما كانت الأعياد بره يا أستاذ حازم ما بتحسش بيها بنفس الطعم والنكهه اللي هي في البلد. يعني اوكي ماشي، بره في اعياد الميلاد في اعياد القيامه بنروح نحضر، عندنا كنايسنا في الخارج، في الكنايس المصريه موجوده في المهجر كتير، وعندنا في ايطاليا اكتر من 16 كنيسه. بنروح طبعا بنحضر القداس بنصلي، بس الروح اللي انت موجود في مصر ما بتبقاش موجوده. وكذلك طبعا عند اخواتنا المسلمين، يعني بيروح بيصلي، بيبقى عنده العيد، بيروح الجامع بيصلي، بس مش حاسس ببهجه العيد، مش حاسس بالعادات بتاعتنا. العادات بتاعتنا اللي انت العيله بتتلم هناك. هناك كل واحد في شغله، كل واحد مش هقول مش فاضي للتاني، لكن مش ظروفك غير ظروف الاخر. والترابط كمان، الترابط ما فيش الاسري ده هناك فعلا النقطه ديت ناقصه، مش موجوده. فبحكم ظروف العمل والحياه هناك ان هي سريعه، وتيره الحياه هناك والعمل، فما فيش ترابط سواء اذا كان عائلي او اصدقاء. فكلنا بنستنى فعلا الفرصه اللي احنا ننزل علشان نقضي الاعياد سواء مسيحيه او اسلاميه ونقضيها في مصر. هنا حاجه على الاستاذ فادي. قول استاذ فادي، احنا يعني الواحد لما بيكبر يقول لك ايه، العيد حلو وانا في قلب بلدي يعني، لكن بيتغير طعمه بالنسبه للواحد من هو صغير اللي هو كبير. يقول لك هو صغير في انطلاق وفي عيديات وفي حاجات حلوه وفي حاجه كده، لما بتكبر انت الدافع والممول لهذه الاشياء. اقول يا عم ما كنا فضلنا صغيرين. كلمني على العيد بالنسبه لك ما بين فادي وانت صغير،
فلاش باك كده وفادي دلوقتي. ولا انت طول عمرك شغال يا استاذ؟ ربنا يخليك ويديك الصحه. ممكن انا اديك عيديه. الله يخليك. كويس. اول عيديه الواحد ياخدها وهو ايه واخد بعضه وخلاص مثلا 6 شهور وبتوكل على الله. اتفضل. الله يخليك اتفضل. بص، هي طبعا كان ليها طعمها الجميل، ان انت وانت صغير بتبقى مستني ليله العيد. اول ما بنخلص الكنيسه والصلاه بنروح باللبس الجديد الحلو الجميل الشيك، نفرقع كام بومبايه كده في الحوش بتاع البيت. ده لازم نصحي نحس ان فادي جاي يا جماعه. واللي عنده فادي يقول له واحده واحده يا فادي. اللي هي صراصير وفراخ وحاجات زي كده نخش بيها كده ناخدهم. والنقطه اللي كان بيتكلم فيها جورج، الافتقاد في الغربه للتواجد والدفء الاسري. احنا كنا بنتلم كلنا في اسره على ترابيزه ايا كان اللي عليها، بصرف النظر الفكره كلها في التلاحم الاسري دوت. انا واخواتي ووالدي ووالدتي، التعايش ده الجميل دوت، ونبقى مشغلين التلفزيون المصري لما كان بيذيع القداس على الهوا، ونبدا نعيش اجواء جميله جدا. ليله العيد ديت احنا فعلا كنا بنستناها، ان كان عيد ميلاد او عيد قيامه، يعني مجيتها دي كانت فرحه كبيره جدا لينا. فكره بقى ان انت هتستنى كمان العيديه وتاني يوم تخرج. كنا دايما الكنايس بتاعتنا في مصر بتلم الولاد الصغيرين اللي هم بتوع مدارس الاحد، يوم العيد كده يدوا لهم كده معايده لذيذه، لعبه، او مثلا لما نكبر شويه يدونا محفظه او نظاره، وبعد كده ياخدونا يطلعوا لنا بينا على الجناين او حته مفتوحه نلعب. حتى لو قبل الامتحانات بيوم ولا يومين كانوا بيفصلونا شويه عن الاجواء الضغط اللي احنا كنا عايشينها ايام الدراسه. لكن كانت ايام جميله وبركه كلها. النهارده الموضوع زي ما انت بتقول كده النهارده انا عايز اقول النهارده وكمان في الويندوز الخاص القداس لقطات من قداس الامس. اتفضل. اشيد جدا جدا بالاداء والمهنيه العاليه للتلفزيون المصري في نقل وقائع وفعاليات قداس عيد القيامه المجيد امبارح، وده مش جديد عليه. هي يعني احنا اعتدنا من التلفزيون المصري هذا العمل الجيد الجميل جدا. الاجواء كلها كانت جميله امبارح نقلا على التلفزيون كامله، بدايه من ساعه نزول البابا من المقر البابوي، مرورا بالعظه وما بعدها من تهنئه كبار الزوار، ثم الطقس بتاع صلاه القداس الالهي، وختاما بالتناول. كل دوت كان التلفزيون المصري عامل تغطيه رائعه جدا جدا ليه. انا بشيد جدا بهذا الدور وهذا الاداء. واسمح لي اقول لك ان ملايين المصريين ليس بس الاقباط بل الكثير من اخواتنا المسلمين بيتابعوا فعاليات قداس عيد الميلاد وعيد القيامه المجيد بشكل مبهر جدا على التلفزيون المصري. فانتوا بتشدوا انتباهي ربما العالم كله في الليلتين دول بالتحديد، لانهم يعني اسمح لي اقولها بمنتهى الامانه، مصر بتبقى موجوده جوه كاتدرائيه ليله العيد الميلاد وليله عيد القيامه بتمثيل الجيد والمتميز جدا، ان كان من رجال الدوله او من رجال الدين الاسلامي او من الشخصيات العامه في المجتمع المصري. بندي صوره وانطباع رائع جدا في الخارج ان مصر يوجد بها ما لا يوجد في الخارج من ترابط، من تلاحم. في دول كثيره قوي انقسمت بسبب الاختلاف الطائفي او المذهبي، ولكن في مصر هي الدوله التي ثابته منذ الاف السنين وان شاء الله الى منتهى الاعوام على قلب رجل واحد. يعني هذا الكلام. وقبل ما نخش في فادي كلاكيت تاني مره، لما بقى الاستاذ فادي بقى وكبر في الاعياد يعني، وكنت بتتكلم على الدولار، هنقول لك حاسب واستنى هنرجع لك تاني. لكن لما اخد من الاستاذ جورج قلاده هذا الكلام، التعبيرات اللي قالها الاستاذ فادي على نقل القداس اللي بيتيح لك وانت في الغربه، مش بس في ايطاليا يا استاذ فادي، في ايطاليا لا، اي مصري في اي دوله من دول العالم ان التلفزيون المصري يتيح له انه يعايش هذه اللحظات، بيبقى استقبالها ايه او احاسيسك في اللحظه دي؟ طبعا احنا بنتكلم على التلفزيون المصري من 10 يعني من 20 و30 سنه. اول قنوات وصلت لنا هناك كان هو التلفزيون المصري قبل الاختراع الساتلايت والدش والقنوات كلها. كنا بنتابع طبعا القداس في اوقات الاعياد، بيوصل لكل بيت. يعني بنتكلم برضو هناك، وبأكد على نفس الجمله اللي قالها الاستاذ فادي، احنا عندنا ساعات كتير جدا في الاعياد
وغالبا هو ده اللي بيحصل. بنعزم الناس ان هم اولاد البلد، اذا كانوا ايطاليين اذا كانوا ايا كانت. فلما بيتفرجوا على التلفزيون المصري وبيشوفوا اللي بيحصل فعلا في الكاتدرائيه، وبيسمعوا وساعات بيسالونا طيب انت هل ليه كل هذا الكم من الوزراء دول حاضرين، بيدي انطباع جميل جدا عن اللي بيدور في البلد. فطول عمر رساله التلفزيون المصري بتصل للخارج، بتبقى رساله ممتازه. من الاستاذ جورج اعود للاستاذ فادي، يقول لنا وهذه لقطات مباشره من الكاتدرائيه، وهناك بقى مش عارف دي شوكولاته بقى ولا هدايا، وهنلحق نروح ولا الحق هيبقى ضايع ولا ايه بالظبط؟ قول لي. انا متفق مع الاعداد اللي احنا مجرد اللي احنا هنخلص هنا في اسرع وقت هنطلع على طول على الكاتدرائيه عشان تلحق، عشان نلحق نهني البابا ونلحق حاجه من الشوكولاته اللي بتتوزع. تمام. لا ما تقلقش، حقك محفوظ. اللي واقف جنب سيدنا البابا هو ده الانبا بارتيوس اللي البرنامج عمل معاه تغطيه من شويه في كنيسه عاد المهمشه، وده مقره. انبا مارتيروس اسقف عام كنائس شرق السكه الحديد. والبابا هنا بيسلم ابناء الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه الاقباط المعايده بتاعته اللي هي عباره عن الشوكولاته، وده داخل عليه الانبا موسى اسقف الشباب، وفي الخلفيه ابونا انجيليوس سعد ده سكرتير البابا الخاص. والمكان هو داخل مقر البابا في الكاتدرائيه المقدسيه العباسيه، بالتحديد الباب الشرقي اللي بيطلع على الجنينه الخاصه بالمقر. ادينا بنعيشكم يعني، حتى ان ما لحقتش الشوكولاته لا هتلحق ان شاء الله، لكن على الاقل ادينا برضه عايشناك في جو الشوكولاتات يعني. متابعين. الكلمه او الرساله اللي تبقى حريص انك تقولها النهارده تحديدا في عيد القيامه لكل المصريين مسيحيين ومسلمين. اولا اختراع الفيسبوك كان اختراع جيد جدا 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 لسبب مهم، ان في كتير من اخواتنا المسلمين اللي احنا ما نعرفهمش وما اتقابلناش معاهم بيبعتوا لنا مشاعر صادقه وجميله جدا بالتهنئه خاصه بعيد الميلاد او عيد القيامه. امبارح بالتحديد جات لي رسائل كتير قوي على الفيسبوك من ناس صدقني انا ما قابلتهاش قبل كده، من اخواتنا المسلمين بيهنوني بقلب حار على مناسبه عيد القيامه المجيد واعياد شم النسيم. ده بجانب طبعا اصدقائي اللي في الشغل او اصدقائي اللي في زمايلي او اصحابي المسلمين، تهنئتهم ومعايدتهم صدقني بتفرق معايا جدا جدا. فرحه بتبقى فرحتين، لان انا لما اخويا المسيحي بيهنيني هو وانا مبسوطين، لكن لما اخويا المسلم يبادلني مشاعر الفرحه والبهجه ده ليه طبع خاص جدا وجميل جدا عندنا. الاجمل بس من الاحتفال بعيد القيامه نفسه او ذاته، يعني احتفال تاني داخلنا هو احتفالنا بقيامة المسيح. عيد القيامة بيمثل عند كل مسيحي نصرة وانتصار على الموت، لأن الوحيد الذي غلب الموت في تاريخ الحياة منذ نشأتها وتأسيسها هو السيد المسيح. أبطل الموت وكسر شوكة الموت، وأقام كمان الذين في القبور ووهب لهم حياة أبدية. لذلك كل مسيحي ارثوذكسي سواء او انجيلي او كاثوليكي او باي طائفه مختلفه، ربما تختلف الطقوس او في الدسكوليه او تسليم الاباء لكل طائفه، لكن الكل ثابت على مبدا واحد، وهو هذا الكائن منذ البدء. سيد المسيح جاء لكي يفدينا على خشبه الصليب، ثم يقيم نفسه وذاته وبنفسه من الموت ويكسر الموت ويقيم الذين في القبور ايضا بنصرة القيامة. عشان كده هتلاقي كل المسيحيين لما بييجوا يهنوا بعض يا استاذ حازم بيقولوا كلمة باللغة القبطية وهترجمها حضرتك باللغة العربية. انا هقول لجورج خريستوس انستي، يرد علي جورج اليسوس انستي، يعني المسيح قام، بالحقيقة قام. يقول لي بالحقيقة قام. هنا تبادل التهنئة، زي ما مثلا بقول لك كل سنة طيب وانت طيب، هنا بنأكد قيامة المسيح المجيدة. تمام. المسيح قام بالحقيقة قام. تاني كده الكلمة. المسيح قام. لا ما انا عارف، انا العربي لا تحدثني على العربية ولكن حدثني عن القبطية. باللغة القبطية. خريستوس أنستي. خريستوس انستي. 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 تمام. انستي يعني قام.
تمام، علشان انا كل اصدقائي المسيحيين اقول لهم خريستوس انستي. اليسوس انستي. لما تخطفهاش كده ما تكلمنيش ايطالي بقى. لا مش ايطالي. المره الجايه لما تيجوا تجيبوا شوكولاته معاكم يعني برضو احنا نقول لكم. ممكن اوعدك ان انا اخد واحده من بابا النهارده ليك. ماشي خلاص، خريستوس انستي وتجيبها. اليسوس انستي. استاذ جورج، كلمتك في نهايه اللقاء النهارده او رسالتك. يعني احب اوجه رساله لكله بقى، مسيحي او مسلم. حافظوا على الوطن. الوطن مش حقل تجارب، الوطن مش فكره اللي انا عاملها يا تنجح يا تفشل يا تفشل. الوطن حاجه قيمه جدا ما يحسش بيه الا اللي فقده. حافظوا على الوطن، اتحدوا، انبذوا الطائفيه. بس كده. احلى كلام بيتقال. وعلى فكره الكلام لما تحبوا تسمعوه وتسمعوا وتعرفوا قد ايه بلدنا غاليه، اسمعوه من طيورنا المهاجره واللي بتتاثر قوي وبتفرح قوي، واقل حاجه توجعهم قوي. ويا سلام لو فرقه من عندنا كسبت او منتخبنا كسب مثلا، ويا سلام يبقى اجمل لو كسبوا، لو مصر مثلا كسبت ايطاليا مثلا، يا سلام. حصلت فعلا في كاس العالم للقارات بتبقى ايه فرحه. جورج مثلا، استاذ جورج يعني بدون القاب يعني، يبقى قاعد تاني يوم كده مستني الطلياني كده اقول له شفت الماتش امبارح كده يعني. عايز اقول الاحاسيس غاليه قوي، مصر والله غاليه قوي. تجرب وتحس بيها قوي لما تبعد، زي ما كان في اغنيه تقول واحنا طايرين على الحدود. اشكر استاذ فادي يوسف رئيس ائتلاف اقباط مصر، شرفتنا ونورتنا. شكرا ليك. على وعد بالشوكولاته اللي من البابا. اكلها لك. اكلها. وانا عارف ممكن تعملها، تقول ده تبديل العمله، بدل تبديل العمله تبديل شوكولاته. واشكر تواجد ايضا استاذ جورج قلاده رئيس جمعيه المصريين الاقباط شكرا لحضرتك بايطاليا، او رئيس رابطه المصريين في جمعيه المصريين المصريين في ايطاليا. شرفتنا ونورتنا. شكرا يا استاذ حمد. شكرا. كل سنه وانتم طيبين. الافراح مستمره، المتابعات ايضا مستمره. عايز اقول لكم كمان انه خدمات مروريه امام الكاتدرائيه والمتنزهات والمراسي استعدادا لاعياد الربيع، ده اللي اكده اللواء علاء الدجوي مدير الاداره العامه للمرور بالقاهره، وانه تم رفع حاله الاستعدادات القصوى لاستقبال هذا العيد. وايضا اذا ده من موقع اليوم السابع، تعالوا ناخدكم لموقعنا احنا والكاميراتنا ونروح بيكم على محافظه الجيزه، ولقاء مع السيد اللواء مجدي اسماعيل مدير الاداره العامه لمرور الجيزه، اللي هو كمان بدوره طمنا على الاستعدادات في كل محافظة الجيزة. لكن القاهرة العاصمة لينا معاها وقفة مرورية، يلا نطمن عليها في هذا التقرير. القاهرة بيسعدنا اللقاء بالملازم أول أشرف عبد المطلب. عايزين يا فندم نطمن على النهارده 1/5 على الحالة المرورية، وخصوصا إن إحنا داخلين على أعياد إخواتنا المسيحيين واستقبال الكاتدرائية للزوار لتهنئة البابا تودرس. اولا صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. انا طبعا بنهنئ الاخوه المسيحيين على عيد المجيد ان شاء الله، وكل عام وستهم بخير وبالتوفيق دايما للجميع كده يا رب. احنا فعلا طبعا بالنسبه لمناطق الكنايس وايضا بالنسبه لمناطق الجبانات ومناطق الحدائق على مستوى المدينه بصفه عامه فعلا تم تعزيز الخدمات من الساعه 6 صباحا والخدمات موجوده. لكن طبعا حتى الان طبعا ان الوصول والاعداد اللي موجوده نسبه طبعا ضئيله حتى الان لا تؤثر على الحركه المروريه، وطبعا من عدم وجود اي تحويلات، لكن تم وضع فعلا الترتيبات اللازمه. وطبعا انا المدينه على مستوى المدينه على جميعها على كافه المحاور الرئيسيه والفرعيه الحمد لله عندنا سيوله وانفراجه في الحركه المروريه، سوى عندنا بلاغ فقط كسر ماسوره ميه موجوده في امام حديقه العروبه بمحور العروبه قبل مستشفى الامراض العقليه اللي جاي من مناطق صلاح سالم اتجاه مناطق مدينه نصر. تم اختار فعلا الجهات المعنيه والمحافظه والجهات المسؤوله وجرى متابعه ان شاء الله الاصلاح والانتهاء وشفط الميه المتسربه. طبعا يا فندم احنا ملاحظين هدوء في الشوارع المصريه، بس هل في حملات مروريه علشان التاكد من سرعه السيارات، وخصوصا ان في ناس بتستغل هذه الاجازات وبتتخطى السرعه المطلوبه؟
وطبعا احنا عندنا على مستوى المدينه نطاق من الاشراف كلهم فيما يخص في سواء القطاعات والميادين الرئيسيه على مستوى المدينه مع الاقسام والساده مشرفي الاقسام والساده الوكلاء ومتابعه السيد اللواء المدير العام. كافه الخدمات فعلا موجوده، وكل خدمه في مكانها بيتم اجراء حمله وبيتم فحص التراخيص وبيتم فحص السيارات على مدار اليوم بالكامل. تشهد منطقة القاهرة مزارات كثيرة غدا إن شاء الله بمناسبة شم النسيم. بالنسبة للحدائق، الاستعدادات المرورية لمواجهة هذه الخروجات. طبعا الاستعداد ده موجوده وبصفه دايمه وتم تجهيزها فعلا ان شاء الله من الصباح الباكر. تم تعزيز كافه الخدمات على مناطق الحدائق والمنتزهات، وتم عمل الترتيبات اللازمه سواء بالنسبه لانتظار السيارات او البرقات او استيقاف السيارات او وجود كثافه من المشاة. تم فعلا اعداد الترتيبات اللازمه بالتنسيق فعلا مع خدمات الامن العام والجهات المعنيه بحيث ما يحصلش اي كثافات، والخدمات موجوده للعمل على سحب الكثافات طبعا المروريه اول باول علشان ما تاثرش على باقي المحاور المجاوره. بالنسبة لاستعدادات الغرفة فندم المرور بالنسبة للطرق السريعة، وخصوصا هيحصل عودة من الأجازات لبداية العمل يوم الثلاثاء. هو طبعا بالنسبه لمداخل ومخارج القاهره وايضا من التنسيق مع الاداره العامه للمرور المركزي بالنسبه للطرق السريعه تم تجهيز فعلا كافه المحاور وتم عمل الترتيبات اللازمه وتم وضع فعلا الخطه الدايمه اللي بيتم وضعها سواء بالنسبه لسفر المواطنين لذويهم او عودتهم بالنسبه لسواء مداخل او مخارج القاهره، زي مثلا محور الهيكستيب ومناطق طريق الاسماعيليه ومحور الثوره ومحور الشهيد، وايضا مع خدمات الكورنيش ومناطق القليوبيه ومناطق عبود ومناطق شبرا العلوي. تم تعزيز فعلا كافه الخدمات سواء بالنسبه للقادم من الجيزه او اللي رايح على الجيزه، وتم فعلا عمل الترتيبات اللازمه بحيث عوده المواطنين وبيتم تكثيف الخدمات لان بينتج عنها كثافه فعلا، فالخدمات بتبقى موجوده وتم فعلا عمل الاستعدادات اللازمه بحيث نسحب الكثافات الموجوده اول باول. أبرز النصائح اللي بنقولها لقائد السيارات والنهارده يا فندم يوم أجازة. طبعا نرجى طبعا الجميع طبعا بالتوفيق دايما الالتزام بقواعد واداب المرور وعدم الافراط في السرعه، ونرجى طبعا من قائد السيارات السيرفيز او الميكروباص او هيئه النقل العام عدم الاصطفاف او التحميل في مطالع ومنازل الكباري. كلمة حضرتك تقولها في عيد العمال بمناسبة عيد العمال النهارده يا فندم. طبعا نقول للجميع كل عام وانتم بخير، ومصر دايما بالتوفيق وفي ازدهاد دايما وفي تقدم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. الملازم أول أشرف عبد المطلب، نشكر حضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك فندم.